السلام عليكم. خابيلم هو من أشهر الناس على هذا الكوكب. الشغلة اللي شهرتها هاي الحركة. هاي الحركة هي قلبت له حياته كاملة من حياة فقيرة إلى واحد من الناس الأغنياء. على العموم ما هذا موضوعنا. فيديو اليوم جبت مهارات فشلوا فيها اللاعبين ورح آخذ دور خابيلم وأقلد هاي المهارات. جبت 5 مهارات فشلوا فيها اللاعبين رح أسويها إن شاء الله. خلينا نروح على أول مهارة على السريع. قبل ما نبدأ المهارات، إذا ما انك مشترك اشترك وفعل الجرس، حتى نقعد في خلينا نوصل هذا الفيديو 200 لايك، وإن شاء الله مشان نوصل 10000 مشترك قريبا. خلينا نشوف أول مهارة شو هي. مثل ما شايفين أول مهارة لعثمان ديمبلي، هاي بدخوله لبرشلونة حاول إنه يرفع الطابة من فوقه لكن فشل فيها. طبعا الضغط كثير بأثر على اللاعبين، مو مثل لما ما يكون عليك ضغط أبدا. فخلينا نروح نسوي المهارة. مثل ما شفتوا هيك سوينا أول مهارة، كانت مهارة سهلة. خلينا نروح ننتقل للمهارة الثانية. مهارات كل مرة رح تصير أصعب وأصعب، هاي كانت بس بداية للمقطع وبداية سهلة، أما المهارات الجاية رح تكون كتير صعبة، فشوفوا الفيديو للنهاية. المهارة الثانية مثل ما شايفين لفينيسيوس، كمان بدخول لريال مدريد. مثل ما شفتوا هاي ثاني مرة بنجيب واحد بدخوله للنادي لما يكون عم يستعرض مهاراته كتير بأخطئه، لأنك يكون عليهم ضغط كبير. فالمهارة مثل ما شايفين رفعها، حاول يثبتها على رقبته، ثبتها لكن نزلت وما ثبتها منيح. بعدها حاول انه يثبتها بين رجله وما قدر، فانا رح اسوي المهارتين سوا وادمجهم واسويهم مهارة واحدة. خلينا نروح نسويه. فينيسيوس. المهارة الثانية كانت أصعب من المهارة الأولى، والمهارة الثالثة أصعب من التنتين. مثل ما شايفين لاعب كمان فايت على برشلونة جديد، يعني بوقت سوى هالمهارة قصدي. مثل ما شايفين ضربها برجله ورفعها وتقل فيها بالرجل الثانية. مهارة كتير صعبة. خلينا نروح نتحول لخابلة ونسويها. يا حرام. هيك المهارة الثانية دان كانت مهارة صعبة. خلينا نروح ننتقل للمهارة الرابعة. قبل ما ننتقل للمهارة الرابعة حاب احكي كلمتين. مو قصدي بهذا الفيديو ابدا اني اقلل من مهارات اي لاعب، ومو قصدي ان هن ما سووهن وانا سويتها. المهارات هاي بجوز مسوينها بغير فيديوهات او بغير لقطات. لا تنسوا ان اللاعبين كمان بشر وكل العالم تخطئ. كمان انا معي محاولات بحاول قد ما بدي، اما هن سووها من المرة الاولى وما زبطت معها، بس حبيت اوضح هاي النقطة. هلا خلينا نروح ننتقل للمهارة الرابعة. مثل ما شايفين المهارة الرابعة، محمد صلاح كان عم يسوي تحدي العرضة هو لاعبين ليفربول، فهو ما هو جابها. حاليا انا رح اجيبها لكن رح ابعد المسافة. خلينا نروح نسوي التحدي. انت ما شفتوا الحمد لله سوينا المهارة الرابعة او التحدي الرابع. صرنا للتحدي الخامس والاخير اللي معنا بهذا الفيديو. هذا التحدي انا برايي من اصعب التحديات اللي بهذا الفيديو اذا ما كان الاصعب. مثل ما انكم شايفين كريستيانو رفع طابة لفوقه، حاول يثبتها برجله لكن ما ثبتها، بس بنفس اللقطة رجع حاول بالمهارة وسواها. مهارة صعبة. بهاي اللقطة لما كريستيانو ما سوى المهارة الجماهير كلها صارت ضده، لكن كريستيانو حاول مرة ثانية وسواها ورد عليهن وسكتهن كلهن. على العموم هلقيت رح اسويها ان شاء الله. خلينا نروح نسويها. سويتها لكن الطابة دقت بالارض. ان شاء الله رح اجيب واحدة احسن منها. خلينا نكمل المحاولة. مثل ما شفتوا هيك سوينا المهارة الخامسة وسويناها أحسن من المحاولة الأولى. لو حبيت الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات حتى أسوي جزء ثاني، أو حتى نسويها السلسلة بالقناة، نجيب المهارات اللي فشلوا فيها اللاعبين ونتحول لخابلة ونقلدها. إن شاء الله تكونوا استمتعت. إذا استمتعت لا تنسى الاشتراك واللايك. بس والله سلام.